ايه الاخبار يا جماعه؟ عاملين ايه؟ معاكم عمر. في الفيديو ده هنتكلم عن بعض الخطط اللي الناس ماشيه عليها اوريدي في الانجليزي وبيحاولوا ان هم يتمرنوا عليها، ونشوف هل الخطط دي صحيحه ولا مش صحيحه، ونشوف هل الناس دي هتتطور ولا لا. في بعض الناس كتبوا لي كومنتس وقالوا لي هي دي الخطه اللي احنا ماشيين عليها، هو ده الطريق اللي احنا بنحاول نتعلم منه. هل بقى الطريق ده شغال ولا مش شغال؟ فعلشان كده قررت اعمل فيديو يكون طويل شويه ونبدا ان احنا نقيم في الخطط ديت، واقول لك برضو انت كمان لو انت مشيت على نفس الخطه دي بالظبط مستواك هيتحسن ولا مش هيتحسن، وايه اللي انت محتاج تعدله، وبعد ما تعدله مستواك هيتحسن في قد ايه. طبعا علشان كده انت محتاج تشوف الفيديو للاخر، ما تنساش تعمل سبسكرايب، تسيب لي كومنت دلوقتي حالا، تكتب لي الخطه اللي انت ماشي عليها في الكومنتات علشان نبدا نقول لك في الفيديو الجاي هتتعلم في قد ايه. طيب الخطه بتاعت محمد بيقول ان هو بيعمل 40 دقيقه استماع و40 دقيقه كونفرسيشن ممارسه على هالو توك، وكمان 20 دقيقه قرايه و20 دقيقه كتابه. بيسال هل الخطه دي افضل ولا ان انا احاول اجيب كلمات جديده وجمل جديده واستخدمها في المحادثه على هالو توك افضل. مبدئيا بالنسبه للخطه دي هي اكيد هتخلي مستواك يتحسن بشكل ما، ولكن هو بيقول هو بيعمل 40 دقيقه ممارسه على هالو توك و40 دقيقه استماع. طبعا ده مش كفايه اطلاقا، خصوصا لو كان مستواه قليل شويه. انت محتاج الكلام يزيد معاك بشكل كبير جدا، لان الكلام هيبدا ان هو يحسن بقيه الحاجات التانية. يعني انت مثلا عندك مشكله في البرونانسيشن كذا مره، لما هتفضل تتكلم كتير 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 هتلاقي طبعا الموضوع بدا يتحسن معاك بشكل ملحوظ، بس طبعا هتاخد شويه وقت. بالنسبه للاستماع ده بيعتمد على انت بتسمع ايه بالظبط. هل انت مثلا بتسمع افلام مثلا قديمه او برامج قديمه فبيستخدموا فيها اولد انجلش، ولا انت مثلا بتسمع اغاني، ولا انت مثلا بتسمع افلام عاديه؟ ان انت تتعلم من الاغاني ده بالنسبه لي بيكون صعب شويه، مش اي حد بيقدر يتعلم من الاغاني، لان في الاغاني بيبقى فيه بعض الحاجات كده ان هو بيحاول ممكن يغير في نطق الكلمه او الجرامر بتاعها عشان هو يقدر يمشي مع الريذم بتاع الاغنيه ويقدر يخلي الاغنيه مظبوطه كلها مع بعضها. فانت طبعا ممكن تتعلم من الكلام دوت، بس هياخد منك شويه وقت. انما لو انت شغال على الافلام والمسلسلات العاديه وبتحاول ان انت تطلع منها كلمات وجمل جديده وتستخدمها في المحادثه اللي انت بتعملها، ده طبعا هيساعدك بشكل اكبر بكتير. ليه؟ لان انت في المحادثه اللي انت بتعملها ديت انت بتستخدم كلمات جديده وجمل جديده. الكلمات والجمل اللي انت بتستخدمهم انت ده بتستخدمه، انت ما بتحفظش. وطبعا كونك ان انت بتستخدم وما بتحفظش فده بالتاكيد هيخليك ان انت تحفظ الجمل والكلمات دي بشكل لا واعي او شكل سبكونشس، وبالتالي هيبقى صعب ان انت تنساها بعد كده. فالتعديل على الخطه ديت ان هو يحاول يعمل مثلا ساعه او ساعتين او 3 ساعات من الكونفرسيشن واستماع زي ما هو عايز عادي، وبالنسبه للكتابه عادي اي وقت مش هتفرق كتير. وطبعا يحاول دايما في المحادثات اللي هو بيعملها ان هو يدخل كلمات جديده من غير ما يحفظها، والكلمات دي طبعا هيجيبها من الافلام والمسلسلات وغيره. عندك مثلا الكومنت اللي بعديه بيقول لو عملت نفس الخطه بس لو عملت محادثه لمده ساعتين هقدر اوصل لبي 2 وانا اي 1. فكره ان انت توصل لبي 2 وبي 1 في كام شهر دي انت ما تقدرش تحددها من خلالك. يعني ما تقدرش تقول انا معايا 3 شهور وفي ال3 شهور دول هوصل فيهم مثلا لبي 2، لان الموضوع يختلف منك لشخص تاني. انت ممكن مثلا تتمرن كل يوم، تبقى بتتكلم كل يوم انجليزي وعايش في بلد بتستخدم الانجليزي كلغة اساسية، وتاخد فترة كبيرة ان انت توصل لبي 1 او بي 2. ده بيعتمد طبعا على قدرة استيعاب الشخص، وبيعتمد على قد ايه انت بتتمرن، وبيعتمد على الكالتشر اللي انت مثلا عايش فيها او الثقافات اللي انت عايش فيها، ودي طبعا بتبقى قدرات بتختلف من شخص للتاني. فلو انت حاسس ان انت بتتمرن وبتستفيد يبقى انت اكيد هتوصل للمستوى اللي انت عايزه في فترة معينة. امتى دي محدش يقدر يحددها اطلاقا، بس اهم حاجه ان اي بلان انت ماشي عليها او اي حاجه انت بتعملها علشان تعلي من مستواك لازم تكون حاسس ان انت بتتطور منها. لازم يكون في احساس بالتطوير، انت بتتطور اذا انت ماشي صح. الشخص اللي بعديه بيقول انا بعمل 60 دقيقه قرايه ونص ساعه محادثه و50 دقيقه بتعلم فيها كلمات جديده، وعايز يعرف مستواه هيزيد قد ايه في شهر واحد. طبعا انت هنا عملت مثلا القرايه والكلمات الجديده فصلتهم عن بعض. انت القرايه والكلمات الجديده دول يعتبروا حاجه واحده، خلي بالك. يعني انت ممكن من خلال القرايه تتعلم كلمات جديده، فانت بدل ما بتضيع 50 دقيقه او 60 دقيقه في ان انت بتتعلم كلمات جديده وبعد كده تشتغل 60 دقيقه تاني على القرايه، فانت كده ضيعت او قسمت الخطه بشكل غلط، خصوصا ان انت خليت المحادثه قليله جدا وكانت نص ساعه. طبعا المحادثه لازم تكون اعلى حاجه في التصنيف. لما المحادثه تكون قويه جدا هتقدر انت من المحادثه دي ان انت تظبط الاستماع، لان انت بتتكلم مع حد، فالشخص اللي انت بتتكلم معاه بيقول لك كلام فانت بتسمعه وانت بتقول له كلام، فانت كده بتتمرن على الكلام والاستماع في نفس الوقت،
وده يعتبر تطوير. وبرضه انت تقدر تدخل كمان القرايه مع الكلمات الجديده، فانت هتلاقي نفسك بتقرا اللي انت حابب تقراه وبتتعلم كلمات جديده في نفس الوقت. طبعا دي افضل حاجه انت ممكن تعملها وهتحس بالتطوير. بالنسبه للناس اللي عايز تتطور في شهر واحد، ده طبعا حاجه يعني مش هقول لك شبه مستحيل، ولكن هقول لك صعب شويه. برضه من وجهه نظري انا برجح ان لو انت عايز تعمل خطه، محاول ان انت ما تعملش خطه كبيره او معقده بحيث ان انت ما تعرفش تستمر عليها، لان انت ممكن بمنتهى البساطه تعمل خطه طويله وكبيره وما تعرفش تستمر عليها وتزهق وفي الاخر ما تكملش. فانت حاول تبدا بحاجات بسيطه، حاجات تبدا ان انت تتعلم منها حاجات خفيفه كده في الاول، وعادي خد وقتك، وفي الاخر انت هتبدا تزود مع الوقت. بس كده، دي بعض الخطط اللي جات لي لحد دلوقتي. تقدر انت كمان تبعت لي الخطه بتاعتك او تسيب كومنت حالا بانت بتتمرن ازاي وانا اقول لك التعديل عليها. وطبعا لو انت عايز تتكلم معايا او عايز تسالني اي سؤال بشكل مباشر، تقدر ان انت تدخل على اللينك اللي هسيبه لك في الديسكربشن، ده بتاع الاكونت بتاعي على تويتش. طبعا بنعمل لايف ستريم لفيديو جيمز، ده بتاع الاكونت بتاعي على تويتش. بالنسبه للناس اللي متابعاني من فتره عارفين ان انا بعمل محتوى جيمز بجانب محتوى الانجليش. طبعا في محتوى الجيمز دوت احنا بنرد على اسئله وبنتكلم مع الناس وهكذا، واحنا برضو بنلعب وبعلم الناس ازاي هي ممكن تتعلم من الجيمز زي ما انا اتعلمت. فانت طبعا تدخل على اللينك وتعمل لي فولو علشان اول ما اعمل لايف يجيلك اشعار، وبالتالي تدخل اللايف وتسالني اي سؤال عندك. طبعا اتمنى تكون استفدت لو انت كملت الفيديو للاخر، وما تنساش تعمل سبسكرايب، واشوفكم في فيديو جديد.